انجح واخف خبز ساندويتش ولا ميني مطلع رايحين تجربوه. هاد الوصفه ناجحه 100%. يلا نبداو في الوصفه. اول حاجه في بول عندي 2 كيسان فرينه مغربلين، زدت عليهم كاس دقيق يكون رطب وباكي خميره الحلويات، مغرفه كبيره لحظه، مغرفه كبيره خميره الخبز ما تكونش معمره مليح، مغرفه صغيره سكر ومغرفه صغيره ملح. نخلطوا جميع المكونات الجافه ونلموها بماء دافي. انا دات لي حوالي كاس، نعجنوها مليح بالبيتخون ولا بيدينا حوالي 10 دقائق. حنا نعجنوا فيها حتى نتحسوا العجينه تكون طريه وما تلصقش في اليد. نغطيها ونخليها تخمر. للحشو قليت صدر دجاج اللي حنخلي لكم توابل مكتوبين اسفل الفيديو مع شويه بصله وفلفل حلو، وخليتهم بشي يبردوا. بعد ما خمرت العجينه مليح نهبطوا على الخمار. انا هنايا قسمتها لكوريات صغار وزن 75 غرام، نحطهم في بلاطو فيه صرفيطه ورشيت عليها شويه فرينه وحطيتهم وغطيتهم بساشي وخليتهم يريحوا حوالي 2 دقائق. بعد ما يريحوا نرشوا سطح العمل بشويه فرينه ونحلوا العجينه تاعنا ما تكونش رقيقه وما تكونش خشينه بزاف. نعاودو نحطهم في البلاطو ونغطيهم بساشي ونخليهم يخمروا حوالي 5 دقائق فقط. بعد ما يخمروا نحطهم في طاجين يكون سخون مليح والنار تكون قاويه. كل 6 ثواني نقلبوهم حتى يتنفخوا. ونعاونوا روحنا بالشاليمو اللي عندها الشاليمو خير وخير باه تعاونوهم يحمروا ويطيبوا لكم ويتنفخوا لكم في نفس الوقت. نبقاو نديرو هكا ونقلبوا فيهم حتى نكملوا كامل الكميه. كيما نخلصوا نحطوهم في ساشي ونحطوهم في طرف ولا صرفيطه ونغطيو عليهم ونخليهم حوالي 5 دقائق برك حتى يعرقوا. وشوفوا لي النتيجه. هذه احسن وصفه خبز مطلع تقدري تجربيها في حياتك. وصفه 100% ناجحه ومضمونه. هذا الخبز يجي من داخل فارغ وطري، واللي يحبوا فيه بزاف البابا يحلوها شويه خشينه، والحشو يكون اختياري. وبصحتكم في وصفات اخرى ان شاء الله.